بلاك اوت. بلاك اوت هو مسمى مسرحي يتم به تعتيم صالة العرض تماما، إما للبداية أو للنهاية. قد يكون الإظلام بداية جديدة لك، وقد يكون لك نهاية. ضيفنا اليوم الفنان القدير محمد العجيمي. منورنا. الفقرة الأولى أبو عيسى، بداية العرض. يقال أن البدايات أجمل. من خلال تجربتك الفنية، هل تظن أن البدايات أجمل ولا أصعب؟ لا، هي طبعا أجمل وأصعب. أجمل بحيث أنها تجربة جديدة توك تخوضها، مستمتع فيها. توك قاعد تجس النبض فيها، تشوف ردود الأفعال، تتعلم منها، تضحك على مواقفها، تضحك على زينها على شينها. بس يعني بعدها لا، عاد اللي يصير الحساب والعقاب والقبول والرفض، المسؤولية يعني. المسؤولية طبعا. يعني نقول بالنسبة حق الفنان محمد العجيمي البدايات أصعب. لا، أجمل. أجمل. إيه. أوكي. أستاذ محمد، منذ بدايتك كنت مختلف عن أبناء جيلك، ولهذا لقبت بالجوكر. من وجهة نظر الفنان محمد العجيمي، لقب الجوكر يطلق على من أيضا؟ والله وايدين، يعني ما أقدر أحدد واحد. هو شوف الجوكر لازم يكون عندك مواصفات انك انت تقدر تقمص شخصيات، تلعب، تنوع كثر ما تقدر. على مستوى المسرح فيه، لكن في الاصعب انك انت تكون على مستوى المسرح، على مستوى الدراما. اي يعني بحيث انك انت تجيد التراجيدي، تجيد الكوميديا، تجيد كل الانواع يعني. يعني لو تقدر ترشح لي اسم من زملائك؟ يعني داود حسين، فنان داود حسين. نوجه له تحية طبعا. طبعا. انزين، ابو عيسى، حابين ان نقارن بين اول مرة صعد فيها على خشبة المسرح واخر مرة صعد فيها على خشبة المسرح. هل كان التحضير ذاته والمشاعر ذاتها ام كان مختلف؟ لا، مختلف تماما. جيلنا ذاك الوقت او اعمالنا كانت غير، والان الاعمال غير. كانت اصعب نقدر نقول؟ لا، الان اصعب. الان اصعب. ليش؟ لان قبل تلقائيه كانت الروح كانت مختلفه. حتى الجمهور اذنه كانت نظيفه يعني. نعم. يعني تلقى الافيه وعارف ان في نيه زينه. الان استغفر الله، حتى بعض النيات شانت يعني. فنقول مثلا ان البدايات افضل يعني. انزين، كنت اول فنان يقدم مسرحيه للاطفال باللغه الانجليزيه. ذاكر اي مسرحيه؟ ايه، سامبا لاين كينج. تصورت باللغتين. شنو الصعوبات اللي واجهتها في دبلجه المسرحيه الى اللغه الانجليزيه؟ شوف، انا يعني هو كناس عطانا او حفظناه يعني بالانجليزي.
الصعوبة في الكوميديا نوعا ما، يعني الكوميديا بس لأنه يعني صار شنو أقول لك، روح الكوميديا اللي احنا كنا نعم مقدمينها باللغة الكويتية أو اللهجة المحلية، يعني غير ككوميديا لما تكون باللغة الإنجليزية. إيه، لكن أهم أنا اجتهدت في أن أحاول إني ألقط يكون نفس المستوى. نفس المستوى، نفس الروح. أبو عيسى، أول إنتاجك كان مسلسل هابي هاوس. نعم. كانت بداية للمنتج محمد العجيمي. نعم. وما كملت في التلفزيون. هل تعتقد أن الممثل محمد العجيمي هزم المنتج محمد العجيمي ولا في أسباب أخرى؟ لا، هو أكيد في أسباب أخرى، يعني ظروف العمل أو ظروف الإنتاجية. نعم. إضافة إلى التوقيت مال العمل، هم كان له دور. يعني احنا خلصنا حد يعني تقريبا على بداية رمضان، وحتى في رمضان كان ناقص عندنا مشاهد صورناها في رمضان. صورتوها يعني خلال رمضان، فما كان في مجال ان احنا يعني العمل يتسوق صح، يتسوق بالطريقة الصحيحة. فبالتالي هني كانت شوية الكبوة، لكن لاقى صدى جميل وانعرض على قناة مهمة. من وجهة نظر فريق بلاك اوت، ان بدايتك الفعلية كانت عمل لولاكي واحد. نشوف منه مقطع وبعدها نعقب. يلا. اخذ اخوك غير له. يلا يلا ايش فيك بابقت عيونك؟ يلا يما انت غير له. يلا ها امي انت غير حق اخوك. لا لا يما لا لا يما حرام عليك. لا لا نلعب عليك. لا ليش امي؟ يما انت ليش ما تحبونا؟ انا؟ يما ليش لا تعقلونا؟ تمام. تعليقك استاذ محمد، هل فعلا كان هذا العمل بداية لك؟ لولاكي؟ اي واحد بداية فعلية لك. يعني احدى البدايات، بس يعني انا وقتها كنت هم شغال، يعني شغال دكتور صناعات، شغال شنو بعد قبل دكتور صناعات، رجل موقف التنفيذ. اتكلم عن النجومية الساحقة. يعني نجومية يعني من لولاكي يعني ممكن. طفولتك تشبهك الآن من حيث الموهبة الفنية ولا الفن ما كان ملازمك بالصغر؟ لا، أقول لك الفن داخل كل إنسان نايم. من تصحيت أنت تقول له قوم. أنا دشيت داخل بعد وايد والله 3-4 نايمين. لا الحمد لله. أنا يعني من صغري في فن بس غير موجه، يعني أنت ما تدري. يعني أوكي مدرسة، بريتات، سكتشات، شغلات يعني خفيفة. إلى أن جات فترة الجامعة اللي شوي طلبوني الشباب هناك إن أنا أنضم إلى المسرح. وعقبها يعني هم ما كان رسمي. ممتاز. يعني يقال أن الحكمة تعود بنا إلى الطفولة. ما الذي تبقى من الطفل محمد الآن؟ وايد. طفل محمد في داخل محمد موجود. الحمد لله. البراءة، الروح، حافظ على الروح. أحب ربعي، أحب شغلي، أحب ما أحقد. أسأل الله يوفق الجميع. الحمد لله. يعني أبو عيسى، بداية حياتك كطفل أو مراهق، منو الفنان اللي كنت معجب فيه ومنو الفنان اللي كنت تتمنى تسير على نهجه؟ على نهجه ما فكرت، بس اللي كنت معجب فيه كنت معجب بالراحل صلاح غانم الصالح الله يرحمه. الراحل غانم الصالح. أبو عيسى، ننتقل إلى سبوت لايت.
الفنان محمد العجيمي في سبوت لايت بنعرض عليك 5 مقاطع مختارة من أعمالك ونبيك تقيمها. نقول من 10 زين؟ اوكي. نشوف أول مقطع. أبو عيسى، عملك كابتن ماجد كم تقيمه من 10؟ 8. 8 من 10. نشوف العمل الثاني. يلا. مصيبة ما ايش فيك؟ وخر ريولة وخر ويبينا ونش. قوم، مصيبة طاحت على راسنا، قوم. يعني انت بعد مرتك تذلك لهالدرجه؟ مرتك تذلك لهالدرجه؟ انا ما شفت حريم يذلون ريايلهم لهالدرجه. لو انت صاد يوم إنه ما عندكم مو الا قصب طلابه هي اللي تشترون لكم الالماس والذهب. مسلسل هابي هاوس البيت السعيد كم تعطيه من 10؟ 7 من 10. 7 من 10. نشوف المقطع اللي بعده. اهلا وسهلا معاليك، اهلا وسهلا، يا اهلا بمعاليك، تفضلي معاليك، اهلا وسهلا بيك، تفضلي معاليك، يا اهلا، يا ده ايه النور ده؟ ايه النور اللي هل علينا ده؟ يا اهلا وسهلا، تفضلي، اهلا وسهلا، مشكور. اهلا وسهلا معاليك، والله انا فرحت. قيام يا اولاد، قيام يا اطفال، طلعوا ضوافركم، طلعوا ألوس. اهلا وسهلا بك، تفضلي. ياه ده ايه النور اللي هل علينا ده؟ ده والله العظيم انا فرحت لك، والله فرحت لك. لكتنا تصوري يا معالي الوزيره، والله نسيت الاجتماع. والله ياه ده الحكومه والله بتفهم لما اختارتك وحطتك في المكان المناسب في المره المناسبه. والله انا فرحت لك، والله ياه ده ايه النور ده؟ على فكره انت احسن وزيره عدت علينا الوزاره. اوكي استاذ صبحي السيري. الوزراء اللي قبلك ما كانوش بس انت والله ابوس ايدك. ذبحتنا. اوكي. زوج سعادة الوزيرة كم من 10 أبو عيسى؟ 8. 8 من 10. نشوف العمل اللي بعده. قبل ما يصير هاليوم اللي أنا سميته يوم الدم، بقول لكم شنو القصة. قصتنا بدايتها بيوم كارثي لما دخل الولد مخترع. الزمان 2019. مسرحية فامبايرز مصاصين الدماء. كم من 10 أبو عيسى؟ 6 من 10. 6 من 10. نشوف آخر عمل معنا. هذا قطر قط مين؟ ده دم يخرب بيوتكم، ده البرد بتاعكم. نفسي؟ لا احنا ايران جيران. افتكرت ايران. تعال غدا اصور معاك سلسله عندي شغل. يلا سوا. العمل اللي جمعك مع زملاء السنين، الفنان انتصار الشراح، الفنان داود حسين، الفنان عبد الرحمن العقل، الفنان محمد العجيمي، الجروب. اللي هو تتوقع العمل هذا خيب ظنك ولا لا؟ بالغلط؟ أي. لا ما خيب، بالعكس عمل حلو، وان شاء الله نامل انه يرى النور قريبا على محطات ومنصات فضائية. إيه. كم تعطي من 10؟ 8. 8 من 10. إيه. أبو عيسى، أنت قيمت نفسك معانا تقريبا 37 من 50. جيد. زين. أكيد هذا مو تاريخك وأعمالك كثيرة، لكن صدف أنك خذيت معانا 37 من
50. عادي عادي، شو المشكلة؟ أبو عيسى ننتقل معاك إلى الاستراحة. الفنان محمد العجيمي، الحين احنا فقرة الاستراحة، نبعد شوي عن جو البرنامج والأسئلة، نبي ندردش معك كمشاهد عادي. أول شيء، النجم في السماء بعيد جدا وله بريق جذاب. في زمننا هذا ما تعتقد أن المشاهير ومنتقدي المشاهير الجيد منهم والسيء أطفأوا وهج النجوم وأصبح الفنانون مجرد عاملين في المجال الفني أو الإعلامي؟ أتصور فيه أكثر من سبب. أول شيء الغيرة الفنية. لا نقول جدي ما أحب جدي، أنا نجم ما ودي أحد يطلع بنفسي. فهي الغيرة الفنية أول شيء. واحدة. الثانية الآن طلع لك منافسين على الخط، بلوجرات، على فاشينيستات، على يعني الآن ودشوا بعد بالتمثيل، بعضهم دشوا بالتمثيل ويغنون يرقصون كل شيء يسوون. فهذيل هم. أنت ضد الأمر هذا عيسى؟ أنا أقول ما بني على باطل فهو باطل. أنت شنو تقيم نفسك؟ ممثل، نجم، فنان، إذا لازم تكون عندك قواعد اللعبة، دارس، متعلم، تاريخ. نقدر نقول أنتم صنعتوه للأسف قاعد يلعبون. إي يعني أنت تكون خريج معهد أقل ما فيها، يعني أنت واحد لك مواصفات. صح. مطرب نفس العملية لازم له مواصفات. صح. فهذا مو الكل طبعا، بس الغالبية فقاعات. ممتاز. فنان ودك توجه له رسالة أو نصيحة أو عبر كمشاهد؟ والله ولدي الديرة، أقول له لا تقطع، يعني لا تفتش على ساحة حباب وممثل قدير، يعني ليش تبتعد عن الساحة؟ معايا لأنه جليعة. إيه آخر عمل كان. آخر عمل. إيه لو لديك تذكرة لحضور مسرح معين أو مسرحية معينة بتختار مسرح منه؟ لو عندي تذكرة حق مسرح اختار مسرح منه؟ ايه. يعني ممكن حاليا اروح مسرح الحميلي. مسرح الفنان محمد الحميلي. ايه. يقولون مر المسرح فترة فوضى أو أعمال غير مدروسة تقريبا من 2000 إلى 2010، تتفق ولا لا؟ من 2000 إلى 2010 اي صار في تداخلات وايد، يعني تداخلات وايد، أسماء طلعت وأسماء نزلت، صار في ضرب تحت الحزام، وصار في كانت فترة حزينة. القواعد الرقابية اختلفت، الضغط على المسرح بشكل عام زاد، من الرقابة، من الإعلام، من المجلس، يعني المسرح وايد انضر في هذه الفترة. الفنان الحقيقي يرى أن الفن إدمان يصعب التخلي عنه، والبعض يراه شهرة أو وسيلة لجني الأموال، ماذا ترى؟ والله هذه مسألة نسبية، يعني عبد الله الحبين مثلا، الله يعطيه العافية، محمد يعطيه الصحة، إنسان مجنون بالفن، بس جات له فترة زهق من ما يقدم، وحاشا مثل الأحباط ووقف. فيعني هذه المسألة نسبية، وأحيانا أنت تشوف فنان يقول لك أنا قررت الاعتزال ومش عارف كذا. أعتقد تكلم حتى على وزارة الإعلام. إيه. خلاص يعني يا يحوش أحباط، يا أن ترى اللي هذا يقدم مثلا مو أنا، مو طريقتي، يعني بس أنت يعني كفنان مضطر تقبل الغث والسمين على قولتهم، أن هذا سوق وكل شيء نعوض فيه يعني. الفنان يمر بمراحل.
اي احباط ونجاح. طبعا بس ال كل ما تكون الفتره الغالبه نجاح خلاص ما خلاص يصير عنده مناعه ما يعني طبعا التاريخ يفرض نفسه. اي خلاص يعني تقول انت الشيء بيصير اكثر من اللي صار. ابو عيسى بما ان احنا استراحه انا بفتح تليفوني ونشوف شنو ممكن يطلع لنا، بوست، صوره، خبر، نشوف شنو ممكن يطلع لنا. عندنا اول بوست صورتك في مسرحيه ليلى ودي. شنو تعليقك على الصوره؟ هذه ظاهره ليلى ودي، ظاهره. ليش؟ يعني مسرحيه ما راح تتكرر يعني اسطوره على مستوى المسرح. الطفل مسرحيه اسطوره. انزين لو تنعاد المسرحيه كنت راح توافق على المكياج اللي يمكن ما يكون مناسب للطفل؟ صراحه رغم ابداعك في هذه المسرحيه الاسطوره الا انه كان المنظر يعني للطفل مو مناسب. اقول لك شغله، ممكن ترى ممكن الطفل يشوف ذيب حقيقي على المسرح، مو ممثل. ممكن يشوف اسد حتى لو في كيج او قفص او مدرب، لو حاضر بسيرك ممكن يشوفه. فالموضوع طبيعي جدا. هو يبقى هو الطفل شلون قاعد يتلقى الموضوع. فيعني لو تنعاد المسرحيه بتوافق على نفس انا على فكره انا كنت مصمم يعني زايد المكياج اكثر من كذي، اكثر من اي كان شعر وايد وكان يعني مقصود. اي مقصوده. انت قاعد تجسد شخصيه ديب يعني. فخليت الطفل يشاركني هذا الاحساس ان هذا ديب. عمل جميل صراحه. ونشوف الصوره الثانيه. يلا الصوره الثانيه. رحمه الله راحل محمد لوشود. الله يرحمه. تعليق. خساره للفن والوسط الفني، لكن جزاه الله خير أنشأ خط جديد في المسرح ومرحلة جديدة عاش فيها المسرح وازدهار ما بعد ازدهار ونجح في استقطاب كافة شرائح المجتمع للمسرح. فبالتالي أعمال خالدة يعني نقدر نقول أنت كنت وفي معاه الله يرحمه واشتغلت معاه ليه مسرحياته اللي هو الخواف وزوج سعادة الوزيرة. تعتقد ليش ما لاقوا نجاح مثل الأعمال الخالدة اللي سبقتها الدخ أم علي، بشت المدير، الكرة مدورة، لولاكي؟ تغيرت الخطة يعني احنا كنا ماشيين بخط فجأة هو وقف وغير الخط. نعم. دخل في سكة مع يعني ممثلين ثانيين مثل شو اسمه حب الفلوجة ومسرحية ثانية مش يعني نقول السبب كان تغيير الخط، تغيير الفنانين. اي تغيير الكاست تغير يعني. نعم. بعدين رجع مرة ثانية حق الكاست الأول هذا سوى اطلال النجاح. فسوى ربكة عند الجمهور. حتى الأعمال اللي قدمناها يعني خلينا نقول سعادة الوزيرة هذا نجحت مو ما نجحت، لكن مو مثل ما طبعا نفس الصدى اللي قبلها اللي دخل علي طبعا. الله يرحمه يا رب. آمين. وننتقل الحين للكافتيريا. الكافتيريا مع الفنان القدير محمد العجيمي. ابو عيسى الكافتيريا متعودين عليها ناخذ منها اكل مشاريب، هالمره هذه نشتري منها اعمال. مخيرينك بين عملين، العمل الاول قلب للبيع للفنان طارق العلي، والعمل الثاني عوده تجنيد للفنان حسن البلاو. ايوه تفضل
لا، طارق العلي قلب البيع. طارق العلي إيه. قلب للبيع، فأبو عيسى يختار طارق العلي للمشاهدة. نعم. ليش ما جمعك مع مسرح مع الفنان طارق العلي؟ انعرض علي بس ما ظروف يعني. مثل بس المدير كنت معاه؟ صار له بس مدير وانعرض علي بعد مسرح، بس أنا كان وقتها عندي ارتباط. كان عندك ارتباط. الجايات إن شاء الله أجمل. إن شاء الله. أبو عيسى وصلنا للنهاية ونهاية العرض. إيه. نطرونا مع الفنان القدير محمد العجيمي في نهاية العرض. نهاية العرض. لكل شيء في هذه الكرة الأرضية نهاية. لو جعلنا لك الخيار الفنان محمد العجيمي في كتابة نهايتك بكل صدق، ماذا ستختار؟ نهاية سعيدة، حزينة، ولا غريبة؟ لا، إن شاء الله سعيدة. إن شاء الله نهاية سعيدة. إن شاء الله. متعودين عليك دائما متفاعل أبو عيسى. الحمد لله رب العالمين. أبو عيسى، التكريم يليق بك، نشكرك على إتمامك هذه التجربة. قبل لا نختم حابين نقدم لك الدرع هذا، مقدم من أسرة برنامج بلاك أوت ومؤسسة روند للإنتاج الفني والمسرحي، تكريم لمسيرتك الفنية أبو عيسى. ما قصرت. وطبعا عندنا من ميجا ستور مكانهم بحولي للمجوهرات هدية بسيطة. تسلم، بارك الله فيك، مشكور. أبو عيسى، البوكيه هذا جايك من شخص وايد يحبك ويعتبرك قدوته، منو تتوقع؟ محمد أكبر؟ إيه؟ صح. محمد أكبر. حبيبي. موجه لك البوكيه هذا حبيبي. هدية منه. حبيبي، ربي يحفظكم. أبو عيسى، تشرفت وايد باللقاء معك. سويتش الجيب ما قلت. سويتش أي جيب؟ بس اللكسس أبو عيسى. يلا حبيبي، مشكورين وما قصرت. محمد أكبر يقول لك واصل. يا حبيبي قلبي، ربي يحفظكم. أبو عيسى، تنورتني وشرفتني اليوم، أتمنى يكون لقاء حايز على إعجابك. الحمد لله، الحمد لله. ونختم اليوم مع الفنان محمد العجيمي ونقول بلاك أوت.